هكذا تسير حافلة المدرسة بلا مسؤولية. اشترى إستلين ديزل مركبة مدرسية بمبلغ 5000 دولار، وقرر إجراء بعض اختبارات المتانة لمعرفة مدى قدرة الحافلة على التحمل. ويبدو أن إستلين لم يعجبه صوت الصفير الذي تصدره المركبة، ولم يضيع الوقت في تدميرها بالكامل. لابد أنه يمر بيوم سيء، ولكن بالعودة إلى الاختبار يختبر أولا اتجاه السيارة، وثانيا يختبر قدرته على عبور بركة من الطين. حاولت الحافلة جاهدة، ولكن للأسف انتهى بها الأمر إلى التوقف، واحتاج إلى جرار لمساعدته. في محاولته الأخيرة حضر إستلين ما هو غير متوقع، فوجه المركبة وزاد سرعتها على ناقل الحركة الأوتوماتيكي لتسير بدون سائق. وواصلت الحافلة التسارع، فاصطدمت بمنحدر ترابي، وأخيرا أنهت المركبة تجربتها بالاصطدام بشجرة. وبهذا أدرك أن الحافلة المدرسية على الرغم من أنها قد تبدو ممتعة لم تصنع للمغامرات.